السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. طبعا في فصل الشتاء وناس كتير اشتكت من أعطال السخان، وهناخد عطل في كل حالة عشان الحلقة ما تكونش طويلة. فعندي النهاردة في الحلقة دي إن السخان بيشتغل ثواني ويفصل. طب إيه الحل؟ او ان السخان بيشتغل وبعد كده بيفصل، السبب بتاعه ايه؟ انا ان شاء الله النهارده هاجي اوريكم عملي ان السخان بيبقى شغال زي ما انتم شايفين كده، وفجأة يروح فاصل مع ان المية شغالة، بس يروح عامل ايه؟ يفصل منك بعد ما يشتغل ايه لمدة ايه ثواني بسيطة زي ما انتم شايفين كده، ما يكملش مع ان المية شغالة تمام، والحجارة سليمة والشاحن سليم والكلام ده كله. وشايفين اللي هي طبعا السويتش مفتوح وكل حاجة، بس ما بيكملش ويفصل زي كده. طب ايه السبب؟ السبب هيبقى بسيط جدا وتقدر تعمله بنفسك. يعني المهم ان انت تتاكد ان السويتش ده بيفتح وضغط الميه تمام، عشان ما يكونش عيب تاني مثلا اللي هو جلدة رداخ او سويتش او كده. بتلاقي ان السويتش ده بيرفع كده، ولكن السخان يفضل رافع تمام وبعيد عن السويتش وبرده فاصل. ده هنا العيب بيبقى الحساس بتاع اللي هو الحرارة، اللي هو هنا في شمعتين او زي عمودين زي كده، واحد بيخص الشعلة والتاني بيخص ان هو ايه يشوف يدي اشارة ان الشعلة شغالة، فما يفصلش. ولازم تحمر زي كده، ولازم تبقى قريبة من النار زي ما انتم شايفين. الصباع ده لو بعيد عن النار او عليه صدى او عليه اي جلخ او الكلام ده كله، هيخلي السخان يفصل. شايفين انا السويتش وضغط الميه شغال عادي وجلدة الرداخ سليمة، عشان محدش يقول دي جلدة رداخ ضعيفة او كده، لا، السويتش تمام وضغط الميه تمام وكل حاجة، لكن العيب هيبقى من الحساس ده. شايفين احمر ازاي اللي في الصورة امامكم؟ هنا بيخص واحد بيخص الشعلة، واحد بيخص ايه الحساس ده. ده لو بعيد عن النار هيخلي السخان يفصل على طول، او لو قريب بس عليه زي ما قلت اي يعني جلق او وسائل. انا دلوقتي انا قفلت فصل معايا تمام، وزي ما انتم شايفين ايه لازم الشمعة كده تحمر زي ما انتم شايفين، والسويتش قفل كده السخان هيشتغل ايه مظبوط. طيب بتعمل ايه؟ بتيجي انت هنا لو عندك العيب ده ومش عارف، بتفك المسمار ده وتحاول تقربه من، لازم يبقى على النار مباشرة عشان يدي الإشارة. طيب عملته على النار وما اشتغلش برضو تمام، هتفكه خالص من الشمعة وبسلك ألمونيا وتنضف ايه الصباع اللي هو ايه المكان اللي بيحمر ده، عشان خاطر يدي قراية إيه مظبوطة، لان الغاز طلع وان الشعلة فتحت. لكن لو بعيد السخان هيفصل، وده من الامان بتاع السخانات عموما. وانا بشرح الكلام ده على اي سخان. في سخانات بيبقى فيها 3 صوابع، 2 شعلة وواحد برضو حساس، يعني هو الحساس بيبقى واحد. وفي نوعين زي يونيفرسال قدامكم ده اللي هو صباعين بس، او اللي هو ايه زي ما انتم شايفين كده الشكل ده. يبقى هنا الاسباب: اول حاجه خلل في حساس الحراره اللي انا قلت لكم عليه وبيرسل اشاره خاطئه، او ممكن يكون ضغط الميه منخفض. ده مش هيخلي السخان يشتغل برضو لو ضغط الميه مش كافي، لان مش هيخلي ايه السويتش يفتح. او ممكن بقى لو السخان قديم انسداد في الانابيب اللي بتدفق الغاز او الميه، فبتمنع السخان ان هو يشتغل باستمرار. يعني ايه؟ في انسداد في السخان. طبعا ده عيب بنستبعده لان ميبقاش ايه موجود قوي. يعني خلاصة حل العيب في الحالة دي ان انت تتأكد ان السويتش او الحساس ده قريب من النار، وان هو معلوش اي جلخ او اي صدى، علشان يدي قراية كويسة والسخان ما يفصلش منك.